السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا تحية نضالية لكاع المغاربة، تحية نضالية للمجتمع المدني، تحية نضالية للأصدقاء ديالي، للعائلة ديالي، الأم ديالي، لأي واحد ساندني كنقول ليه شكرا. الحمد لله تبتنا حنا كشعب أنني بريء وأنني ماشي سارق، مع العلم على أنهم تهموني بأنني سرقت واحد 500 درهم مدة ديال عام. فأنا ما نقدرش نوصف لكم الإحساس ديالي، فرحان بزاف. الشكر كنظن واقيلا ما قليل في حقكم أنني نقول لكم شكرا، قليل في حقكم أنني نقول لكم راني فرحان، قليل في حقكم أي حاجة غادي نقولها في حقكم قليلة. اليوم نتوما كشعب برهنتوا وعرفتوا على شكون هو محمد بنيس الملقب بمنشكارة. نتوما كشعب قدرتوا توصلوا قضايا او القضيه ديال محمد بنيس الى العالم، قدرتوا تقولوا شكون هو هذا السيد هذا. فاولا بدايه غادي نبغي نشكر، وانا يعني متاكد ان مجموعه من الناس كينتظروا هذا الفيديو هذا بفارغ الصبر. انا كنشكركم بزاف وكنعتذر الى تعطلت عليكم اليوم، يعني البارح من بعد الافراج ديالي او بعد البراءه ديالي، من اللي سمعت يعني البراءه ديالي، فانا فرحان بزاف وخرجت براسي مرفوع وكنقول الحمد لله وكنقول الشكر لله، وهذا نصر من الله اولا، ثم من رضا الوالدين. انا مرضي ميمتي، كنعاود نقولها، انا مرضي الام ديالي. الام ديالي كانت عارفاني انني غادي في الطريق الصحيح، واللي كان جاوبت بعض المنابر الصحفيه اللي قالت لهم على ان محمد بنيس الملقب بمنشكارة ما غاديش يتنازل على هذا المشوار اللي كان بداه. فما غاديش نامركم باش تبارطاجيو هذا الفيديو، نتوما عارفين شنو غديروا، خدمتكم هذيك، وانا راني كنقول لكم فوق راسي، كلكم فوق راسي كلكم فوق راسي. هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم، كلكم فوق راسي. تحيه لكم، اقسم بالله الا انا فرحان، ما عرفتش شنو نقول لكم، اقسم بالله الا الحمد لله. من بعد يعني اكثر من اسبوع وانا في واحد المحنه، تعتقلت ومشيت للسجن ديال عكاشه وانا مظلوم. تعتقلت والام ديالي بقات في واحد المحنه وهي حتى هي تظلمت معايا. فاللي تظلم اليوم ما تظلمتش انا وما تظلمتش الام، بل تظلم صوت الحق بتهمه مزيفه المراد منها ربما تشويه السمعه، ربما يعني تلفيق تهمه. ما غاديش نتكلم في هذه الحيثيات. اللي غادي نقول هو انني انا فرحان بزاف، فرحان بكم وفرحان بنفسي لانني تبدت البراءه ديالي. اولا كنشكر الصديق الاول، يعني اللي وقف معايا وقفه من حديد وما خافش، وكان متاكد انني بريء لانه اقرب المقربين ليا، امين منير. الاسم ديالو كيتذكر على اللسان ديالي، وهذا ربما شرف ليا انني نذكر الاسم ديالو، لانه هو الحلقه الوصل اللي كان هو واحد ثلاثه العناصر هذو بعدا. امين منير علوض الطريق اللي كنت كنوجد مع واحد سبيكتاكل اللي كيعالج قضايا اللي كنعيشوها حنا في المجتمع المغربي. معاد اللي كنت وقفت معاهم، الحمد لله وصل الصوت ديالهم، الناس ديال الهراويين. السوردو اللي رجل، انا كنقول هذاك السيد رجل اللي معروف بالوقوف مع الحالات الانسانيه، واللي ربي سبحانه وتعالى ميسر ليه في حياته، اللي كتجي عليه يدو ناس كيتشافاو. هاد اربعه الناس انا كنقول لهم شكرا بزاف، شكرا اقسم بالله. وانا توحشتكم بزاف، اقسم بالله توحشتكم. هاد الناس باش تفهموا، حنا كنا دايرين واحد الخطه، واي منهجيه ولا اي فكره ولا اي طريقه بغينا نوصلوها للمجتمع فكتكون خطه. هذه الخطه ديالنا حنا ما خططناش ليها قبل، مي ربي سبحانه وتعالى هو اللي يجعل فيها البركه. هاد الناس كانوا كيوصلوا الصوت ديال الام ديالي، وكانوا كيوصلوا الصوت ديالي انا لانني كنت مظلوم. فكيف ما قلت لكم انا كنشكرهم بزاف. ومن بعد يعني هاد الناس ما وصلوا الصوت ديالي للمنابر، ووصلوا الصوت ديالي لعده جهات، فمن بعد قدرتوا نتوما كشعب انكم توقفوا معايا. الخطير والغريب هو انكم عرفتوا نتوما اليوم شكون هو محمد بنيس. نتوما اليوم
كانت الاجابه ديالكم لا للدوله المغربيه ولا للنظام المغربي ولا للسلطات المحليه ولا للشرطه القضائيه ولا الشرطه المعلوماتيه ولا القضاء المغربي ولا المحكمه ديال عين سبع، محكمه الاستئناف بعين او محكمه بعين سبع، فقدرتوا تقولوا لهم شكون هو محمد. محمد بريء، محمد ماشي شفار، محمد ما يقدرش يسرق 500 درهم، محمد كيفضح ناس اللي هما متورطين في الملايير. فمن بعد يعني ما تلقيت عده اتصالات من اولا من عند يعني المنظمه العالميه للدفاع عن حقوق الانسان من امريكا، واللي وقفوا بجنبي واللي كانوا يعني مسانديني يعني في كل يوم كيتصلوا على الحاله ديالي، فين وصلت كيفاش اي حاجه كيتصلوا بها. فهاد الناس هادو كنشكرهم. بالنسبه لبعض الناس يعني اللي حتى هما بدورهم كانوا داروا اضافات في المجتمع او بالاحرى في المواقع الاجتماعيه، منهم الحاقد بيس خويا الحاقد، تحيه نضاليه خويا، كنشكرك بزاف. ما نقدرش نوصف لك، ما غنقولش لك حتى شكرا، بغيت نقول لك شي حاجه اكثر من شكرا اخويا الحاقد، ولكن هذا جهدي. ما عرفتش باش نفديك بداك التضامن اللي درتيه في بلجيكا، واللي يعني الناس كيقولوا فريمو الشكاره فريمو الشكاره. انا ملي خرجت بكيت، انا بكيت علاش؟ لانني كنحس براسي انني مظلوم وما درت حتى شي حاجه، ما شفرت حتى شي حاجه. والحمد لله راه القضاء كان عادل في القضيه ديالي، لاننا وصلنا صوت الشعب. فاليوم خاصكم تعرفوا على ان اللي فاز واللي خدا البراءه ماشي هو محمد، ماشي هو محمد بالنسبه اللي مشى للسجن مظلوم، ماشي هو محمد بالنسبه اللي تم تلفيق ليه تهمه يعني مزيفه ومغلوطه ومفبركه. ماشي انا كنقول لكم ماشي انا اللي يعني راني. اذا كيف ما قلت لكم اخوتي، ماشي انا اللي خديت البراءه، فالشعب المغربي اليوم وصوت الحق ومحاربتنا لهاد الناس اللي كينهبوا وكيتعداو على المواطنين. فانتوما هما اللي خديتوا البراءه، الشعب اللي خدا البراءه. انا كنقول اليوم الشعب اللي خدا البراءه. فبدايه غادي نبدا بذكر بعض الناس اللي ما نقدرش نوصف لهم الاحساس ديالي. كيف ما قلت لكم الحاقد خويا كنشكرك بزاف. عطينا خويا الاسماء ديال الناس، نتوما اللي كنتو على برا. شكون؟ عادل البداعي خويا كنشكرك، وانت يعني اللي واكبتي الحدث. مراد الكرطومي خويا كنشكرك بزاف. مراد الكرطومي هذا السيد اللي معروف فاضح الفساد، كنشكرك اخويا مراد. حتى انت ما نقدرش نقول لك شكرا، وانت اخويا عادل ما نقدرش نقول لك شكرا، ما نقدرش نقول لك شي حاجه اكثر من شكرا. فصوتي اليوم او صوتكم نتوما قدرتوا توصلوه لامريكا، للمنظمه العالميه للدفاع عن حقوق الانسان، قدرتوا توصلوه لبلجيكا، قدرتوا توصلوه لهولندا، انجلترا، البرازيل، الدول العربيه بصفه يعني عامه، دبي الناس كيتصلوا بيا من الامارات، اتصلوا بيا الناس من جميع انحاء العالم. هاد الناس اللي اتصلوا بيا واللي ساندوني خاصهم يعرفوا على انهم عادل. الناس كيقولوا عادل والكرموطي، كنشكرهم بزاف اخويا عادل والكرموطي، كنشكرهم بزاف. كنشكر كل شيء اللي ما ذكرت سميتو يسمح لي. انا ما كنتش كنعتقد صراحه، كنت ديما كنقول على انني يعني راني غادي في هذا المشوار، ولكن عارف بان الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي ينصرني. كيف ما قلت لكم اخوتي، جاتني الاسم ديال شيلي اسبانيا، فكنشكركم كلكم. انا كنشكر كل شيء. الجاليه المغربيه في العالم كلها قدروا يوقفوا معايا، وقفوا معايا في المواقع الاجتماعيه، في مواقع التواصل الاجتماعي، ووقفوا معايا في ارض الواقع. الصحافه المغربيه بصراحه كانوا بعض الناس اللي هما ضدي، واللي بغاو يستغلوا يعني هذا الموضوع انني انا يعني فاضح، او بالاحرى راني كندير يعني اسيء لبلدي واسيء للنظام واسيء. ولكن من بعد الحمد لله راهم عرفوا الغلط اللي داروا وجاو حتى عندي واعتذروا لي. وانا القلب ديالي ماشي حاقد، يعني ماشي حقود، او بالاحرى قلت الحاقد راه ربما راك المستوى ديالو كنعتبروا انني انا يعني كبر مني، لانه قال في حقي فريمو الشكاره مع دوله اللي بالاحرى خاصني انا ننصر في بلادي، ولكن لقيت النصره من بلاد النصارى كيف ما قالوا هما كيقولوا النصره من بلاد النصارى لبلاد الحقاره. ولكن القضاء اليوم
برهن وبين على ان مشكره ماشي بوحده، بين على ان مشكره بريء. ثانيا بصراحه كنت في الجلسه وكان واحد السيد اللي او واحد السيد واحد السيده اللي كانوا ديما في الجنب ديالي واللي كانوا هما اللي عندهم الصلاحيه باش يدافعوا عليا، كنشكرهم بزاف والشكر راه قليل في حقهم. الاستاذه ميرا زبيده المناضله اللي انا كنعتبر اي واحد عنده مشكل فهذيك الاستاذه ربما اليوم دخلاش معنا في الخط ديال النضال. الاستاذ بوزرده سعيد تحياتي فوق راسي اخويا اقسم بالله، وانا باقي لحد الان ما اتصلتش بيه، باقي لحد الان ما تواصلتش معاه، باقي لحد الان ما شفتوش، ولكن راه شفى لي الغليل ديالي في المحكمه، شفى لي الغليل ديالي امام القاضي. الاستاذه ميرا زبيده شفات لي الغليل، هادو جوج محاميين اللي قدروا يوقفوا معايا واللي شفاو لي الغليل ديالي وكانوا كيتكلموا بانني انا وكيقولوا ان هذا السيد فاضح الفساد وهذا السيد ما كيديرش شي حاجه مخالفه للقانون، ما كيديرش شي حاجه مخالفه للدستور. والمراد بهذه التهمه الباطله والمزيفه راه هو اسكات صوت الحق. المراد من هذه التهمه راه هي اسكات صوت الحق اخوتي، راه حتى شي حاجه ما كاينه. لا اله الا الله محمد رسول الله. شكرا لكم اخوتي، شكرا بزاف. اذا غادي يعني حنا في واحد الجو ديال الفرح. كيف ما قلت لكم انا الام ديالي ساهمت بشكل كبير في يعني في ايصال الصوت المجتمع المدني، يعني لا بالحي ديالي كنشكرهم بزاف، بحي لساسفه، وانا فخور كنفتخر بانني كنقطن بحي لساسفه وانا كنشلل بها فمي بحي لساسفه. كنعاود نقولها، محمد بن نيس يقطن بحي لساسفه، مع العلم انني المكان الزياد ديالي في الدار البيضاء، الا انني راني تزايدت في لساسفه وطلعت في لساسفه وكبرت في لساسفه. والمجتمع المدني ديال لساسفه انا كنشكرهم، اي واحد وقف معايا، اللي مشاو امام المقاطعه، المظاهرات اللي كانوا في الساحه، ولاد الدرب ديالنا اللي انا عرفتي ملي خرجت راني راه بحال شي بطل، راه حسوني بانني بطل، حسوني بانني بطل في هذا المغرب هذا. مشيت لقيت يعني لقيت ناس كيتلقاو ليا بالورود ملي خرجت، راه كان واحد العرس اقسم بالله الا كان عرس، وكان شرف ليا انني يعني نلقى راسي في ذاك القيمه. كيف ما قلت لكم انا ما غنسى حتى شي واحد. كنشكركم كلكم، كنشكر المجتمع المدني بليساس، فكنشكر يعني جميع الجمعيات الحقوقيه اللي واكبوا الحدث، وحتى يعني رئيس الجمعيه اللي رئيس جمعيه شباب الملكي اللي كان في الاول يعني تكلم عليا بواحد الطريقه اللي ماشي لا من المستوى ديال ديك الجمعيه ولا من المستوى ديالي انا بداكشي اللي كندير. لكن انا كنقولها لكم دابا، راه قدم الاعتذار وجا عندي تم الدار ديالي وما قدرتش نرفض الاعتذار ديالو. علاش؟ لانني انا ماشي ولد الحرام، ولانني انا كنبره ليه لا هو لا لاي واحد. وربما انا راه قلتها لي مباشره، ربما نقدر نكون انا اكثر حبا لهذا الوطن عليه هو وعلى اي واحد في هذا المغرب. اذا الرساله واضحه. دابا غادي نمشيو ان شاء الله غنمشيو ان شاء الله يعني قبل ما ندوزو التهمه، وقبل ما ندوزو الاجواء كيفاش مرات، وقبل ما ندوزو للسجن، وقبل ما ندوزو لهادشي كله، غادي نعاود لكم او بالاحرى غادي نشرح لكم دوك الناس يعني اللي قالوا انني من غير هذا السيد اللي هو رئيس هذه الجمعيه. وكيف ما قلت لكم راه قدم الاعتذار. غادي نمشيو لمحمد بن نيس، واش هو ضد النظام؟ بعض الاسئله كيطرحوا خاصنا ضروري نجاوبوا عليهم. محمد بن نيس واش هو ضد الملك؟ محمد بن نيس واش هو ضد رئيس الحكومه؟ محمد بن نيس واش هو ضد الاشخاص؟ محمد بن نيس واش هو ضد هذا البلد؟ محمد بن نيس واش هو مراقب مشكره؟ واش هو فعلا باغي يشر لهذا البلد؟ واش هو فعلا ملي كيمشي مثلا يتكلم على مستشفى، ولا يتكلم على التطبيب، ولا يتكلم على التعليم، ولا يتكلم على مفسد في هذا البلد، واش هو فعلا باغي الخير للبلاد او لا؟ هذا الشيء اللي كيدير المراد منه انه يشوه السمعه ديال البلاد، ويشوه السمعه ديال ملك البلاد، ويشوه. اذا انا غادي نجاوبكم على هذا الشيء هذا كله، غنجاوبكم عليه. اولا، لو كنت سارق لما تكلمت على هذا الفقراء، لما كنت في نصرته. ثانيا، انا لا اطبق شيئا من مخيلتي او من ذهني، او لا عندي شي جنون كيجيبوا لي هذا الشيء هذا. انا اطبق ما يقوله جلاله الملك عندما يقول ان كل مواطن مسؤول عن الفساد، وهذا الشيء راه صرحت به من قبل. ولكن غنبغي نستغل الفرصه ونتكلم هذا الشيء، نتكلم فيه في الصفحه ديالي، وكنتمنى اي واحد يوصل هذا الفيديو باش لا المجتمع المدني ولا المواطنين ولا الشعب المغربي
ولا لا 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 يعني المحكمه ولا اي واحد كيف ما كان نوعه يعرفني، وانا دابا كنعرف لكم. راني ملي كنتكلم على هذا الشيء راني كنتكلم انطلاقا من كلام جاء على لسان جلالة الملك، هو اللي قال ان كل مواطن مسؤول عن الفساد في البلاد. اذا ملي كنقولوا كل مواطن مسؤول عن الفساد اللي كاين في البلاد، ملك البلاد لم يحدد لنا صفة المواطن، هل هو وزير، هل هو رئيس، هل هو شرطي، هل هو مواطن عادي. اذا ما حد ملك البلاد انه ما حددش لنا صفة المواطن، فانا كنعتبر على انني انا لا اطبق الا ما يوجد في الدستور وما يوجد عند ملك البلاد. اذا انا ما كنخالفش هاد الناس، انا هاد الناس ناضوا بغاو يستغلوني اخوتي، ناضوا هاد الناس، ناضوا شي وحدين بغاو يركبوا على الحدث، ناضوا يعني كانوا اتهامات خطيرة، وانا هاد الشيء ما دايرش لي حساب، ما في باليش، لانني انا ما منتمي حتى شي جهة، لست بحزب سياسي ولا يعني بجمعية معينة، ولا أنا صوتي صوت الشعب، أطالب بما يطالب به الشعب لا غير. الشعب يطالب بثلاثة الحوايج، يطالب بالتعليم والصحة والقضاء النزيه، ولكن الحمد لله راه القاضي اللي يعني حكم بهذا الحكم هذا، راه هذا فوز للقضاء قبل ما يكون فوز قبل ما يكون فوز للشعب، او فوز لي انا او فوز للام ديالي، راه فوز للقضاء المغربي. القضاء المغربي اليوم ابان على انني انا بريء، وراه ملي خرجت بريء راه هاد الناس هادو بعد القضاء ما خلاش لي الفرصه فين نبدا نشرح لكم اخوتي راه شنو طرا وهاد التهمه ملفقه وكذا. راه القضاء جاوبكم، جاوب الشعب، ما خلاكمش تندموا، ما ندمتوش ملي وقفتوا معايا، عن طريق الفيديوهات، ولا وقفتوا معايا عن طريق يعني الوقفات الاحتجاجيه اللي كانت كتندد. بعض الناس كيقولوا لا دوك الوقفات ما خاصهمش يكونوا، بالعكس هذوك الوقفات ساهموا بشكل كبير في براءة منشكار، ساهموا بشكل كبير في براءتي. ما غننكرش خير حتى شي واحد، حتى دوك الناس اللي ما عمرهم ما وقفوا وجاو حتى للسجن وعاد بانوا، انا كنشكرهم، جاو عندي، كنشكرهم، كنشكر المغاربه كلهم، كنشكر الفقراء، كنشكر الناس اللي ما قدروش يتخلاو عليا، واللي كانوا كيتصلوا من جميع البلدان. هاد الناس لو كنت انا ضد النظام وباغي الفساد للبلاد، اذا حتى هاد الناس هما راه ضد البلد، حتى هاد الناس هما راهم، مع العلم على انني اقسم بالله العلي العظيم وما نحتاج نحلف لكم، راني ما كنتصنعش، راني ملي كنتكلم على موضوع راه ما كنتصنعش، راني كنتكلم بادله وبسند وببراهين. كنحاولوا ما امكن اننا ما نظلموا حتى شي واحد، وكنحاولوا ما امكن اننا ملي نديروا فيديو نضربوا ليه 1000 حساب، لاننا عارفين غادي يجي واحد النهار وغادي يتم الاعتقال ديالنا، ولكن كنا كنظنوا اننا نعتقلوا من اجل قضيه فعلا قضيه راي عام، او بالاحرى قضيه اللي كيعاني منها الشعب، قضيه اللي كيطالب شي حاجه كيطالب بها الشعب، الا اننا كنتفاجئوا بتهمه مزيفه.